أسباب ضعف التحصيل الدراسي قد تكون أسباب متعلقة بالتلاميذ، يعني مثلا أسباب نفسية، مثلا ضعف الثقة بالنفس والإحباط ومشاكل النوم، ضعف ذكاء الطفل، قلة التركيز، النسيان، الشرود، أو كراهية المادة أو مدرسها أو هما معا، الخوف من المعلم، أيضا الشعور بالنقص بسبب إعاقة، ضعف الذاكرة، أيضا الخجل والانطواء عند الطلبة أو التلاميذ العدوانيين، القلق وقلة التركيز. أحيانا تكون أسباب صحية، ضعف السمع وضعف البصر أو الاضطرابات اللغوية. أيضا أحيانا تكون الإصابة بالأمراض المختلفة تمنع الطفل من مواصلة الدراسة. أسباب تنظيمية، سوء التنظيم بين المراجعة واللعب وعدم إنجاز الواجبات المنزلية. قد تكون أسباب عائلية، بمعنى الضغط الشديد على الطالب أو التلميذ لإنجاز أكثر من قدراته، مما يعود عليه بالضرورة والتحصيل وضعف التحصيل.